أهلاً بكم. في تحليلنا اليوم بنلقي نظرة عميقة على الخطة الاقتصادية لمصر. هي رؤية متفائلة جداً، وبنشوف كيف إنها بتغطي كل حاجة من الشراكات الكبيرة مع دول تانية لحد تأثيرها على السوق المحلي وحياتنا اليومية. طيب خلينا نبدأ ونشوف محاورنا لليوم. رح نبدأ من الاستراتيجيات الدولية الكبيرة ونشوف كيف ممكن هالشي يأثر على حياتنا اليومية. رح نتكلم عن حصاد مصر في السودان، الشراكة مع الصين، الطاقة، الاستثمارات الخليجية، ونختمها بنظرة على السوق المحلي. أولاً، حصاد مصر في السودان. الموضوع باختصار هو استراتيجية للأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي. خلينا نشوف التفاصيل. الموضوع كبير جداً. بنتكلم عن خطة طموحة لزراعة 1,000,000 فدان قمح. عشان نتخيل الرقم، 1,000,000 فدان ده مساحة ضخمة جداً، بس الأهم من المساحة نفسها هو اللي بتمثله. زراعة كمية القمح دي معناها بشكل غير مباشر كأن مصر بتستورد 3.5 مليار متر مكعب من المياه على شكل محاصيل، يعني بتوفر مياهها لزراعات تانية. خطوة ذكية جداً. طيب ليش هذا المشروع أكبر من مجرد زراعة؟ لأنه ببساطة خطوة استراتيجية بكل معنى الكلمة. الموضوع مش بس قمح، هو أمن مائي، نفوذ إقليمي، والأهم من كل ده هو بيساعد على استقرار منطقة شمال السودان، وده يعتبر جزء أساسي من الأمن القومي لمصر. وشوفوا الأرقام دي عشان نفهم حجم الفرصة. هولندا اللي منعتبرها قوة زراعية عالمية عندها حوالي 5 مليون فدان. السودان عنده إمكانيات توصل ل 200 مليون فدان. يعني الفرق فرق شاسع. ده بيورينا حجم الكنز اللي موجود هناك واللي لسه ما تم استغلاله بالشكل الكامل. زي ما بيقول المصدر، السودان كنز دفين لشعبه ومن خلال الشراكة لدول مثل مصر. يعني الفكرة هنا إنها شراكة الكل كسبان فيها، تنمية للسودان وأمن لمصر. وهنا في نقطة مهمة جداً بيوضحها المصدر، الفرق بين دور مصر ودور دول الخليج في السودان. بالنسبة لمصر الموضوع شراكة استراتيجية، أمن قومي واستقرار، لكن بالنسبة للخليج هو استثمار بحت. بيستأجروا أراضي للزراعة التجارية عشان يصدروا المحاصيل لبلادهم، فالنظرة المصرية أعمق وأكثر ارتباطاً بالأمن القومي. طيب من السودان والأمن الغذائي ننتقل لمحور تاني مهم جداً، الشراكة الجديدة مع الصين. هنا بنتكلم عن تحول كبير من مجرد مستورد للبضاعة الصينية إلى مركز صناعي عالمي محتمل. العلاقة دي مرت بمراحل، أو بالأحرى بتمر بمراحل. المرحلة الأولى كانت إنه مصر مجرد سوق للبضائع الصينية. المرحلة الثانية واللي إحنا فيها دلوقتي هي إنه الصين بتبني مصانع جوا مصر. أما المرحلة الثالثة والهدف الأكبر هو إنه مصر نفسها تتحول لمنصة تصدير للعالم كله. والدليل على التحول ده استثمارات صينية جديدة بقيمة 8 مليار دولار. ده رقم ضخم جدا، وده طبعا غير 2800 شركة صينية اللي شغالة في مصر أصلا. واضح أن في ثقة كتيرة في السوق المصري. طيب الفلوس دي رايحة فين؟ أغلبها يعني حوالي 7 مليار دولار رايح للزراعة ومليار دولار للمنسوجات. ده معناه إنه التركيز على قطاعات إنتاجية حقيقية، مش مجرد خدمات، يعني بناء قدرات البلد من الأساس. والنتيجة؟ الصين فتحت أسواقها لمنتجات مصرية جديدة. بنتكلم عن القطن، الرخام، الأسمنت، وحتى الفراولة المجمدة والبرتقال. الصين شالت الجمارك عن المنتجات دي، وده بيعزز الصادرات المصرية بشكل كبير وبيوفر عملة صعبة البلد محتاجاها جداً. تمام، عندنا خطط للزراعة والصناعة والتصدير، لكن كل ده محتاج إيه؟ محتاج طاقة. فالسؤال الطبيعي هو، كيف سيتم تزويد كل هذا النمو بالطاقة؟ الخطة بتبدأ من قطاع البترول، في هدف واضح لزيادة الإنتاج المحلي ل 580 ألف برميل في اليوم. بس الموضوع أكبر من مجرد زيادة إنتاج النفط. الاستراتيجية شاملة جداً. أولاً، مصر بتسدد ديونها للشركات البترول الأجنبية عشان تشجعهم يرجعوا يستثمروا. ثانياً، في استثمارات جديدة ب500 مليون دولار للتنقيب، وفي توقعات باكتشافات كبيرة بحلول 2027 ممكن تشمل حتى النفط الصخري. وفوق كل ده في توجه لتطوير قدرات الطاقة النووية، يعني رؤية كاملة عشان نضمن وجود طاقة كافية ومستدامة للصناعات الجديدة زي الذكاء الاصطناعي وغيره. طيب كل الخطط العظيمة دي محتاجة تمويل. هنا بيجي دور الاستثمارات الخليجية اللي شهدت طفرة كبيرة مؤخراً.
الأرقام هنا بتتكلم عن نفسها. استثمارات القطاع الخاص السعودي لوحده بتتجاوز 35 مليار دولار، ودي استثمارات مستمرة. وفي كمان ودائع في البنك المركزي بأكثر من 10 مليار دولار ممكن تتحول لاستثمارات. ولو بصينا على حجم التجارة السنوي بين مصر والخليج بنلاقيه 28 مليار دولار، يعني بنتكلم عن تدفقات مالية ضخمة جدا بتساعد في تحريك الاقتصاد. طيب، كل الكلام الكبير ده عن استراتيجيات واستثمارات إزاي بينعكس على الشارع والسوق المحلي؟ المصدر بيقدم توقعات محددة جداً. بالنسبة للسيارات، متوقع أن أسعارها تنزل بشكل كبير في الشهور الجاية بعد ما نزلت أصلاً حوالي 20%. أما بالنسبة للذهب، فالنصيحة هي أنه استثمار آمن على المدى الطويل، والأفضل الاحتفاظ به مش المضاربة. طيب، وموضوع التضخم، المصدر بيتوقع أنه يرتفع بشكل مؤقت ل 14% بسبب زيادة أسعار الوقود، لكنه بيتوقع برضو أنه يرجع يستقر وينزل تاني لما الإنتاج المحلي يزيد ويلبي الطلب في السوق. يعني هي موجة مؤقتة المفروض أنها تعدي. فالسؤال اللي بيطرح نفسه في النهاية هو: هل مصر فعلاً بتجمع كل القطع دي عشان تتحول لقوة اقتصادية جديدة؟ المنظور اللي بيقدمه المصدر بيقول إنها ماشية في الطريق ده، وبيترك لنا الباب مفتوح للتفكير في مستقبل هذه الرؤية الطموحة.